احنا في محافظه من المحافظات السياحيه في مصر. معانا الاستاذ محمد. هنتشرف حضرتك يا أستاذ محمد. محمد من اسكندريه من العجمي. في العجل. حضرتك جبت رقم منين يا أستاذ محمد؟ انا من على القناه بتاعتك. طيب حضرتك لما طلبتني في الاوردر ايه الزرع اللي جالك؟ احنا هنمشي واحده واحده. معانا النهارده الورد صراحه من غير ما تقول لي شويه زرع ما شاء الله، بكلمك جد والله، مش عشان احنا بنتصور ولا بنتكلم لا مش ليا، اليوتيوب ولا حتى ليا، انا بكلمك على نفسي. والله ما انا ليا. شايفه شويه زرع صراحه. وبعدين انت بالنسبه لك اللي انا عرفت عنك من الناس اللي هي عامله تعليقات والفيديوهات اللي هي كانت عليك، ان المشهد بتاعك صراحه 10/10 وبيورد شتلات جميله واشجار جميله جدا. الله يبارك لك صراحه بجد يعني ده اللي انا اقتنعت بيه. حتى لما جت لي حاجتي هنا اهوت اقتنعت بيها بسبب جمالها وروعتها وبصراحه حاجات كويسه جدا. طب ايه رايك في الورد البلدي اللي جالك؟ 10/10 ريحته بص مش عايز اقول لك. والجوافه 100 100 بأمانة الله 100 100 والله العظيم. انت كنت متخيل ان الحاجه دي هتجيلك خشنه كده؟ لا 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 لا. طب في حاجات شغل قديم وطارح و10/10. طيب بالنسبه للتين بقى، تعالى معانا واحده واحده كده. بالنسبه للتين الاسباني ايه رايك فيه؟ والله 100 100 جميل. طارح ولا مش طارح؟ طارح اهي طارح، وفي طرح وقع مننا على السلم واحنا طالعين. بالنسبه للوسفي برضه 10/10 طارح اهوت وجميل اهو. بص والنمو الخضري بتاعه زي الفل وحاجه صراحه 100 100 بجد. احب اعرف الساده اللي بيتابعوني على قناتي، حضرتك عايز تشتري وتستفيد باي عود فاكهه، زي ما بقول في الحلقات السابقه، لازم يكون عود الفاكهه في صفيحه وكله جت صفايح صراحه، ومطعم وقديم. طالما العود لازم يكون في صفيحه ومطعوم وقديم، لو الثلاث حاجات دولت تضمن بعد ربنا ان هو هيضمن الحاجه وانت مطمن وخضره زي ما انت شايفها كده صراحه. زي ما انت شايف الوسف كده صراحه تمام. معانا هنا البلاك بيري، مش عايزين نعدي حاجه برضو يا استاذ محمد، او التوت البري. دي برضو قديم يا جماعه، في قصيص بلاستيك اهو تمام. دي ممكن يسحبوا برضو، دي اسمه التوت البري او البلاك بيري. شجره ارقاقه يا جماعه اهي، ولازم برضو تكون متطعمه. لازم تكون متطعمه. ايه رايك في الطميه اللي جالك يا عم محمد؟ صراحه طميه 10/10. طميه هش وبص يعني عامل زي السفنج، يعني الطيور بتجري فيه تمام. دي بالنسبه لشجره الجوافه الثانيه يا جماعه تمام. طبعا عم محمد كان مصمم على عود تين شوكي. نفسي كنت في تين شوكي صراحه. الراجل ده اخو جابهولي والله بجد. قلبت عليه الدنيا والله لحد ما جبته. طب بامانه الله جالك قديم ولا جالك جديد؟ لا قديم اهو، قديم وهيطرح اهو زي ما انتم شايفينه حضراتكم كده. التين الشوكي طرح اهو. تمام. لان انا من عشاق تين الشوكي صراحه. والله ما كان عندي، انا قلت له الدنيا عليه عشان اجيبه له. الله يكرمك. طيب ايه رايك في دي بقى؟ ام الفواكه دي 10/10 بامانه الله. بص خضارها وبص الحاجه جالك في صفيحه ولا جالك في كيس؟ كلها صفايح. قديمه ولا جديده؟ لا كلها قديمه كلها قديمه تمام. وده شجره يوسفي كمان يا جماعه، زي ما عم محمد طلب بالظبط معايا. شجره اليوسفي شغل طارح وصفايح قديم. دي شجره البلينو برضو في اصراف وخار. دي هنا البشمله او الاسكادينيا زي ما حضراتكم شايفين كده. البرتقال البصره تمام. برضو ام الفواكه زي ما حضراتكم شايفين كده. ايه رايك في عود الرمان ده يا عم محمد؟ 10/10 والله. انا هحضره براميل بعد كده. بص جامد ازاي في الصفيحه. اي عود يا جماعه انت عايز تروح مشتل تتعامل مع اي مشتل زي ما انا بعمل كده، ان العود طلع في ايدك انا اعرف ان العود جديد. ان العود ده زي ما هو ثابت كده اعرف ان العود قديم ولازم يكون متطعم ويبقى 10/10. معانا هنا شجره البرتقال الذهبي. معانا هنا شجره البرتقال الذهبي الكيميكوات او الكيميكوات، عشان عم محمد بينساها قلت له لا انا هصورها لك. زي ما حضراتكم شايفينها كده متطعمه وطرحه. اهم حاجه تكون متطعمه، والطرح يا جماعه زي ما انتم شايفينه كده تمام. زي ما حضراتكم شايفين برضو كده ام الفواكه تمام. لان عم محمد بسم الله ما شاء الله عنده السطح متسع برضو شويه وكبير، فهو عايز يغطي على طول. معانا هنا برضو مجموعه زي ما انتم حضراتكم شايفينها كده. معلش انا هطلع حضراتكم الفيديو بس زي ما انتم شايفينها كده زي ما هو طالب الاوردر بالظبط. حتى الليمون جابوا له متطعم وجابوا له طارح. يعني حتى الليمون يا جماعه جابوا له متطعم وطارح. شجره الكيميكوات الثانيه اهي يا جماعه. طرحه برضو كده. طرحه ده زائد ان عم محمد جبنا له نعناع بلدي والحان لافندر روزماري تشكيله كده جميله كده زي ما حضراتكم شايفينها كده. يعني زي ما انتم حضراتكم شايفينها كده. بص طارح ازاي يا ياسمين. دي الفل يا عم محمد. الله ينور عليك. 10/10 بصراحه والله. دي الفل اهو.
والنعناع البلدي والزعتر والروزماري يا جماعه زي ما انتم حضراتكم شايفين. تحب تستفسر عن اي حاجه يا عم محمد؟ اي حاجه هستفسر عنها على تواصل معاك على الواتس على على الواتس قناتك. ورقمي عامه حبيبي على معاك. اي فيديو تتعامل معايا على والرقم ما انا اتصلت بيك على رقم. انت لا. جيت ازاي إلا عن طريق رقم؟ اللي انت عايزه. الله أنا يكرمك. طب انت في حاجه ناقصه؟ لا 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 100 100 والله. بأمانة تشكرك. الله. صراحه طلبت يعني. مني طلبت مني الرش او التراب، جبته ولا ما جبتوش؟ اهو الشكاير اهي لسه اهي. تعال. الشكاير لسه بقيت شكاير اهي. جبته ولا ما جبتوش؟ انت جبت لي حتى الزلط. لما جبت لي، لما قلت لي طب ما مش عارف تتصرف في الزلط، جبته لك اه حتى والله، ولا ما جبتوش؟ حتى الزلط جبته لي اهو يا والله. جماعه وزرعت لي البراميل دي كلها بايدك. زي ما هو طلبه بزياده. الله ينور عليك والله بجد. الله يخليك يا استاذ محمد. لا بجد والله. الله ينور عليك. يعني احب اشكر حضرتك على ايه يا عم، ده احنا اللي نشكرك والله. ونورتني في مبادره الله مشتل يخليك. البستان. الله يخليك. نورت على قناتي. الله يخليك. طبعا ما ننساش نشكر فريق العمل برضو والله معايا الناس يعني. صراحه تعبوا بصراحه. يعني ابو محمد معانا هنا اهوت آه. وكمان معانا برضو اللي بيصور اللي صورنا دوت برضو الناس دي تعبت. تمام. ربنا يجازيك خير يا رب. الله يخليك. فانا اتمنى اشوف حضرتك الله تاني. يكرمك يا حمام. واكون شاكر مره. الله ربنا يكرمك. يوفقك. الله يخليك يا حبيبي. الى كل محبيني في مبادره مشتل البستان احب اشكر حضراتكم واشكر الساده اللي بيتابعوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.